السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة طبق واحد. معاكم أماني. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون نوع من أنواع الفطائر، فطيرة الحلواني. جميلة ولذيذة وخفيفة قوي وسريعة ومش هتاخد وقت معاك خالص. لو جالك ضيف أو أي حد مفاجأة كده ممكن تعمليها في أقل من 5 دقايق. وما بتاخدش وقت خالص ومقاديرها موجودة في البيت ومش مكلفة خالص. يلا نشوف هنعمل فطيرة الحلواني ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول خطوة هنبتدي بيها على البارد. معايا 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق سكر كبار، وهنضيف عليهم كمان 4 معالق نشا كبار، وهنقلب المكونات بتاعتنا على البارد. وبعدين هنرفعها على النار وهنضيف كيس فانيليا، وهنقلب المكونات بتاعتنا لحد ما المكونات تتقل خالص وتبقى معانا مهلبية تقيلة خالص. خلاص الخليط بتاعنا تقل وبقت مهلبية تقيلة. هناخده نحطه في بولة ونسيبه على جنب دلوقتي، وهنغطيه بكيس بلاستيك عشان ما يعملش وش جاف من فوق. وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. معايا لفة جلاش هاخد منها ورقتين، ومعايا كوباية زبدة صغيرة هخليها دلوقتي علشان هحتاجها. انا دلوقتي مش محتاجة في الجلاش بتاعي اي دهون خالص. الجلاش بتاعي جاف خالص. هاخد ورقتين جلاش وهحط فيهم من النص مهلبية حوالي 2 معلقة كبار او 3 معالق، وهقفل من الجناب. هاخد ورقتين كده وهقفل زي ما انتوا شايفين معايا. قفلت من الجناب وبعدين هاخد من على الجنب كده واقفل، وخلاص كده. وهقلبها على ظهرها وهحطها في الصاج بتاعي. الصاج بتاعنا هيكون مدهون دهنة زبدة خفيفة، وهرص فيه الجلاش على ظهره زي ما انتوا شفتوا معايا، وهكذا. هقفل برضو ورقتين جلاش تاني، هعمل معاكم واحدة كمان قدامكم. برضو حطيت المهلبية في النص وهقفل ورقة بورقة. الجلاش بتاعنا يكون جاف ما يكونش فيه اي مادة دهنية علشان نعرف نقفله كويس. هقفل كده واجي من على الجنبين واقفل كده، وهقلبه على ظهره واحطه برضو في الصاج بتاعي، وهكذا لحد ما املى الصاج بتاعي. هنعمل الكمية اللي انتوا عايزينها لحد ما المهلبية تخلص معايا. لو عندك مكسرات او زبيب او جوز هند ممكن تحطيها في قلب الجلاش من جوه، هيبقى طعمها حلو قوي. الوصفة ديت بتاعه الحلواني، فطيرة الجلاش الحلواني، بتبقى جميلة قوي ومش مكلفة خالص، وحاجتها اكيد موجودة عندنا في البيت. ممكن نعملها في اي وقت والأطفال كلها بتحبها وإحنا كلنا بنعشقها. لو حابين نعمل أي حاجة حلوة وسريعة ممكن نعملها في أي وقت. خلاص كده خلصت الجلاش بتاعي. عملت 5 وحدات لحد ما المهلبية خلصت معايا. كوباية الزبدة الصغيرة بتاعتي هسقي بيها الصاج بتاعي من كل الجوانب، وهسقي الجلاش من كل ناحية كده. عندي مكسرات هحطها على وش الجلاش من فوق. لو موجود عندك فول سوداني او موجود عندك زبيب او جوز هند او اي حاجة ممكن تزيني بيها من فوق، هتبقى شكلها جميل قوي، ولما بتخش الفرن بيبقى طعمها حلو قوي. هدخل الصاج بتاعي على فرن درجة حرارته 200 لحد ما ياخد وش ذهبي كده معايا زي ما انتوا شايفين. شكلها جميل قوي وريحتها تحفة وهتعجبكم قوي. بس كده دي كانت وصفتي النهاردة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنا بعملها. وما تنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.